فنانين، ازيكم؟ معانا فيديو مهم جدا عن التظليل برصاص وازاي نظهر رسوماتنا كأنها 3D عن طريق التظليل. متنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكم الدروس اللي جاية، وسيبوا لنا رأيكم في الكومنت واعملوا لايك للفيديو. هنبدأ نعمل 9 مربعات جنب بعض، كل مربع فيهم 4 سنتي، طوله 4 سنتي وعرضه 4 سنتي بالشكل ده. وبنسيب ما بين كل مربع والتاني سنتي واحد. فهيدينا 9 مربعات بالشكل ده في الآخر. نحدد السنتر بتاع المربع اللي في النص ونبدأ ناخد منه خط على باقي المربعات بالشكل ده، وبرضه ناخد خطين لفوق ولتحت والناحية اليمين والشمال بنفس الفكرة. طبعا هتمسح الخطوط بقى اللي ما بين المربعات الزيادة وتبدأ تظليل. خلي بداية المربع من ناحية السنتر غامق ونهايته من على الأطراف خليها فاتحة، عن طريق ان انت في الجزء الغامق بتضغط على القلم شوية، الجزء الفاتح بتخف ايدك عن القلم الرصاص اللي معاك، فهيديك التدريج اللي احنا هنطلعه دلوقتي. والتدريج ده هو اهم حاجة عشان تظهر الرسمة بتاعتك 3D. من غير تدريج عمر الرسمة ما هيبقى شكلها كويس. نفس الفكرة اللي عملناها في المثلث الأول هنعملها في نص المربع ده التاني. هنخلي ناحية السنتر غامق والأطراف نخليها أفتح شوية، طبعا نخلي فيه تدريج ما بينهم. نفس الموضوع هنكرره مع باقي المربعات. بنخلي الناحية اللي موجودة عند السنتر أو قريبة من المربع اللي في النص نخليها غامقة، ونخلي الأطراف فاتحة. أهم حاجة نعمل تدريج ما بين الدرجات عشان شكل الرسمة يبقى كويس. نفس الفكرة هتكررها في المربع اللي في النص، هنحدده بس من بره بشكل كويس ونبدأ نظلل. انت كده فهمت الفكرة. الحاجة اللي عند السنتر تخليها غامقة، وكل ما تطلع في المربع لبره تبدأ تخف ايدك او تخلي في تدريج شكله منتظم، فهو ده اللي هيدينا الشكل النهائي. الرصاص زي ما احنا عارفين بنتحكم في الدرجة اللي بتطلع عن طريق ضغطة ايدك وعن طريق تكرار الطبقات فوق بعض. والقلم اللي احنا بنستخدمه النهاردة هو قلم 2B، هنطلع بيه الدرجات اللي انت شايفينها دي. اي جزء ناحية السنتر تخليه غامق والاطراف تخليها فاتحة.
حاجة مهمة جدا وانت بتظلل هو اتجاه الخطوط. حاولوا تلتزموا بنفس اتجاه الخطوط اللي انا بعمله في الفيديو عشان في الاخر الرسمة تطلع بنفس التأثير. ما تخليش التظليل بتاعك عبارة عن خطوط او خرابيش شكلها متلخبط في بعضه. لا، خلي التظليل او اتجاه الخطوط منتظم زي ما احنا شغالين في الفيديو، بحيث ان التظليل يطلع شكله سلس وناعم في الاخر. هنعمل يمين وشمال نفس الخطين اللي احنا عملناهم فوق وتحت بناء على السنتر بوينت اللي في نص المربع اللي في المنتصف. بنغمق الجزء اللي ناحية السنتر ونخلي المستطيل او المربع بمعنى اصح الجزء الخارجي منه فاتح شوية. طبعا الشكل بدأ يظهر معانا، بس لسه التظليل هنعدله مع بعض في الاخر، هيبقى شكله ألطف من كده بكتير لما نبدأ نستخدم درجة تانية من درجات الرصاص عشان نطلع بيها درجات أكتر من اللي بنطلعها بالتوبي. فاحنا بنبرز الرسمة الأول بالتوبي وبعدين نبدأ نضيف الدرجات المختلفة. ده آخر مربع معانا. برضو هنخلي الجزء ناحية السنتر غامق وندرج على الجزء الخارجي. نبدأ دلوقتي نجيب قلم أغمق وهو الفور بي ونشتغل بيه في الأماكن الغامقة فقط، أماكن الظل اللي احنا قلنا عليها من شوية غامقة، اللي هي جنب المنتصف في كل مربع، ونغمقها بالفور بي أكتر من الأجزاء الخارجية لكل مربع. ودي أهم حاجة في التمرين ده، اللي هيدي تأثير بعمق في الرسمة بتاعتك. فبنضيف طبقات بالفور بي في الأجزاء الغامقة عشان نخلي فيه فرق ما بينها وما بين الأجزاء الفاتحة. هنكرر نفس العملية في كل المربعات اللي عندك. فتطلع معاك النتيجة في الآخر بالشكل ده. المهم تنفذ خطوات الاوتلاين او التخطيط اللي عملناها في الاول مظبوط، وتظلل بشكل كويس عشان التظليل يطلع فيه تدريج، والتدريج ده اللي بيدي عمق وابعاد مختلفة كأنها 3D على الورقة. بس وبكده نبقى خلصنا درس النهاردة. اتمنى يكون عجبكم وتستفيدوا منه وتطبقوا عليه بشكل كويس، واكتبوا لنا في الكومنتات عايزين دروس شبه دي ولا نرجع لدروس البورتريه. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.